أصدقائي عزيزي المشاهد في ثواني قليلة ودقائق قليلة في هذا الفيديو. كيف يعني؟ شاهد الفيديو. قصتنا اليوم تعتبر من أخوف القصص ومن أحسن القصص في لحظة واحدة وفيديو واحد. كيف يعني؟ يعني هذه القصة مخيفة ومعجبة. قصتنا اليوم عن الشاب اليمني الذي اختفى في عالم الجن تقريبا 4 أيام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناة قصص وعجائب يومية نادر اليمنية. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى تفعل لايك واشتراك وقولوا ليش أنا أحبكم، لأنه أحبكم وأحب أفعلكم أشياء وقصص زي كذا. شاهد الفيديو حق هذا الشاب علشان تصدق ايش معنى القصة وايش حقيقتها. شاهد الفيديو وش نرجع له. هذه تعطيني تقريبا واصل تحرش الانس. صدادة ده انت منين انت؟ انا لعنت لعنت منين؟ يعني يفصل على النبي يا شيخ تجيب كان يجي سنة تحاكمني صرح ذي المرأة العجوز وبنيها حرام يتحمل بذنبهم. صرح مش ناقص كني معي هذا الإنسان عني ناقص العجوز أنا صراحة من أنا ولا هذا أم المقتول ولا يا ما هذا عارف ولي الشرع وأبوها أبوه جالس مش فاهم يا عيال ربطوه والله أتربطني حرام. أنا أقول لك إذا ربطوني بي إلى طن بسكا من شق وطرف خلوه مش مربط مش فار. والله إني جالس عندك حلف يمين والله ما حلف لك إني أنا إني جالس. وين فر وين كان فرلان وين فر وصلتني يا أخي البراد وين فرلان؟ الله يحكم عليك. هذا الشيخ شوف السلاح اللي كلمني عليه الان مش جابه وانا كلمته كله جيبه يا شيخ كذاب مش سلاح. خلاص كيف قتلت ما ادري والله ما داري ما من سلاح قتل والله ما داري ما من سلاح كذاب. سلاح عند احمد عادل والله لا اذكر احمد عادل مش معه والله ما معه سلاح. حرام يا شيخ امرني بس امر الان بجيب انا احمد حرام بمسح بالارض والله بتروح ولا بتلمسه حرام. اذا لمسه يا شيخ وهو يسمع اذا لمسه ولا يأذيه اني قاتله مش قاتله ظلم. الان شوف انت تسمع بقتله ظلم بالمره. خلاص تجيب السلاح اخي اني اقول لك بلا سلاح انا بلا سلاح. منين نجيب لك سلاح منين؟ الجن الشيخ غيرك يجبني لي واصل تكتب والله هذا الكتاب والله انا تكتب كم ما تكتب والله ما كمل بيري. اهدى يا ابني اهدى حاول تهدى يا ابني. كيف الاخو عادي يتحلف بعد بتحمل بذنبه بعد اخوه بعد ما تقولوا انا حتى قتلته يسرع من انا يسرع والله بيتحمل بذنبه بعد اخوه والله مش عاد ناقص انا كني يسرع له من عندي يسرع ولا والله بقتل امه بعد اخوه كله كن بنيري لو كن مش تعيش ولا بقاتل تمشى ولا كيف؟ مش قتلته برضاي اني اقول لك مش قتلته برضاي مش قتلته برضاي. ليش مش مصدقني انت؟ خلاص احمد هولندا شروط يا اخي شايف كيف شروط انت تكتب بعقلها عشان اقتل انسان ادمي بعقلك انت ذا يا شيخ. وين عقلك انت عاد الشيخ وين عقلك؟ انسان على انسان ادمي خلاص مش عاد تقتل دخل معه
بيمشي لا لا. دخل مع بيض امك مع بني ومع قبيلته مش شمعه شيخ مش شاع. انا كيف مش معي اهل مش معي قبيله يتيم ولا مقطوع من شجره. انا معي قبيله معي اهل معي كل شيء. يا احمد اسمعني الله يرضى عليك. احمد اسمعني الله يرضى عليك. اخي تعال مي تعال مي ما عليك. تعال حرام احمد بيسكنك بمشيخك على كل القبائل عشبوه. والله لا تمشيخنا على قبائل العالم كامل. مش شقة ولا شام ولا اشتي قبيلة ولا اشتي مشيخة. خليني ولا احمد. احمد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. يا اخي ليش هتمشي بيين درة ندم فيك يا اخي؟ على حق يا اخي، على باطل بقى باطل ماشي باطل. خليتوني باطل هذا. لو كنت 3 أسابيع معذبيني باطل. ليش هكا؟ شو اهلي يشتقوا علي امي وابو الشاي يموتوا قبواطن بسببكم. والله شوفوا يا تحكموا بالحكم اليوم تقتلوني. ايش قصة هذا الشاب وايش تفاصيله بالكامل؟ هذا الشاب شاف جني مخيف ومرعب وحاول قتله ونجح على الجني وقتله، والآن هم شلوه يحققوا معاه في عالم الجن. مختفي له 4 أيام كما تكلمنا في الفيديو السابق. مختفي له 4 أيام وفي غيبوبة ويتكلم، يعني في غيبوبة ويتكلم مع الجن، يدافع على نفسه ويحاول انه يبرر نفسه. بس هو قتل الجني، وهون ولو ما تقتل جني يجوا يشلوك لمحكمتهم ويحاكموك 4 أيام 5 أيام 6 أيام شهر، يعني على كبر القضية. مشكلة في هذا الفيديو والمحزن في هذا الفيديو انه طلب امه وابوه يجي عنده، يعني ابوه وامه ماش داري وين عالم الجن هذا او وين خطفوه الجن، يعني داير عندهم يتكلم بس ويعني حتى انا ما داري كيف. وانصح اي واحد لا يأذي هذه من الجن والاشياء البايخة هذه والقطط السود. لا احذر من القطط السود، لانه هذول كانوا يحذرونا واحنا صغار، يحذرونا حتى لقى الحين ونحذر.